بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمل كفتة الرز بالفراخ إن شاء الله النهاردة. معايا نص كيلو صدور فراخ مقطع مكعبات، معايا خضرة، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات، معايا نص راس توم صغيرة مقشرة، معايا بصلاية وسط، معايا دقيق رز، نص كيلو رز أنا غسلته وطحنته في المطحنة ودخلته بالمصفى، ومعايا الخضرة شبت ونص كزبرة. باخد معلقة صغيرة بيكنج باودر بحطها على الرز. نبتدي ناخد مكعبات الفراخ، نبتدي نطحنها الأول لوحدها قبل ما نحط عليها بقية المقادير. بعد ما نطحنها ننزل عليها بالبصلاية الوسط متقطعة، والخضرة عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. بعد كده نبتدي ننزل بالثوم وبعدين البهارات والفلفل والملح، نفرمهم مع بعض نبتدي نرفع الغطا ونقلب بالمعلقة عشان تبتدي تطحن كل المقادير كويس مع بعضيها. لحد ما تطحن كل المقادير مع بعض نبتدي ننزل بدقيق الرز، ننزل بنص الكمية ونطحنها مع بعضيها. ننزل ببقية مقدار الرز ونبتدي نحط حوالي، نجيب نص كوباية مية، نبتدي نحط ربعها عشان العجينة تمشي في قلب الكبة. لو احتاجت نزود مية لحد ما تبقى العجينة متماسكة وناعمة بالطريقة دي، ما نحطش كمية المية كلها. نبتدي ننزل بالمية بالتدريج لحد العجينة ما تبقى متماسكة وناعمة كده. نبتدي نريحها حوالي ربع ساعة كده في التلاجة. بعد كده نبتدي ان شاء الله نصبحها. عايزين صوابع نعملها ان شاء الله، عايزين كور نعملها حسب الرغبة. بعد ما نصبحها بالطريقة دي نبتدي نحمرها زي الكفتة العادية اللي هي باللحمة في الزيت. هتبقى بالمنظر ده وهتبقى طرية جدا ما شاء الله، بتبقى طرية وفاتحة، لونها فاتح من جوه، طعمها جميل جدا. ولو حابين نعملها زي الكفتة العادية بنجهز صلصة بنحطها في قلب الصلصة.